السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مرحبا بكم على قناتي وقناتكم عالم جوهرة الصحراء مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي عبارة عن طبق سهل اقتصادي، يعني كنغيروا به أطباقنا دائما، نفضلوا أن نغيروا. أنا قدمت معكم اليوم هذا الطبق، نتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو ينال إعجابكم. طريقتي في الدجاج مع الخضر في الفرن صراحة كيجي رائع وبنين اللذة ما نقولكم عليها. نتمنىكم أنكم تشاهدوا الفيديو وينال إعجابكم، وتكونوا أنتم كتشاهدوا هذا الفيديو بصحة جيدة، وتكونوا بخير وعلى خير. وكنشكركم جميعا، يعني الناس القدام كيف العادة والناس الجداد اللي كيف انهم التحقوا بالقناة وكيف انهم شافوا القناة. نتمنىكم أنكم اللي ما هو مشترك يشترك، وكيف العادة خلوا لي تعاليقكم الزوينة اللي هي دائما كتحفزني وكتخليني أني نستمر معكم في القناة. وخلوا لايكاتكم ما تنساوهم، أنا عارفة عنكم لا تنساو اللايك، تقعدوا تفرجوا ما تخلوا اللايك، لكن ثم خلوا اللايك. الله يطول عمركم، وإن شاء الله نقدم معكم غدايا أو طبقي البسيط والاقتصادي والسهل. صراحة كي حضر في وقت وجيز، يعني كنفضلوا أن نبدلوا، وهو سهل. يعني كنحضروا كل شيء دقة واحدة وندخلوه الفرن. وهانتم معايا في هذا الطبق هذا اللي هو طبق لذيذ صراحة. وخلوكم معايا، ونتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير. وراني دائما كنشكركم وكنقول لكم يعني ما نقد نعبر لكم عن شكري لكم. ودمتم في أحسن حال على بركة الله. كيف العادة نلتحقوا بهاد الخضر هذه وهاد اللي غنحتاجوا لهذا الطبق وهاد المكونات. بالنسبة لهنا أنا عندي الخضر اللي يعني أي نوع من الخضر تحبوا تحطوه في الفرن. أنا هون حطيت القليل من القرع الأحمر لأنه كيجي لذيذ صراحة في الفرن بهذه الطريقة. نتمنىكم أنكم تجربوه وتردوا عليا، كيجي زوين بزاف، وبالخصوص مني كيكون يعني قرع أحمر زوين. وعندي الباذنجان، وعندي البطاطس يعني عادية ما هي حلوة، وعندي القرع الأخضر. هادو 4 من الخضر حطيتهم على جنب كيف شفتوا. وعندي هون نصف دجاجة، عندي البصل، وعندي حبة من طماطم قطعتها على 4، وعندي الفلفل الأحمر الحلو ما هو الحار. هنا كيف كتشوفوا أنا كنحطوه، ولكن ما كنقطعوه، كنخلوه صالح، يعني غادي ندخلوه الفرن ونخلوه صالح. كيف قلت لكم عندي حبة واحدة من الطماطم قطعتها على 4. عندنا القليل من الملح، زيت الزيتون، وعندنا هون بعض التوابل اللي غادي نستعملوا لهاد الخضر ديالنا. عندي هون القزبور مطحون او القزبور حبوب يابس، عندي الابزار، عندي الثوم بودر، عندي هون الكاري، وعندي الفلفل الاحمر، وعندي أنا الاعشاب المنسمه. انا هون كانت عندي الزعتر واليازير. بالنسبه للفلفل الاحمر او التحميره كنحتاجوه غير الخضره اللي انا عازله. بالنسبه للقرع والبطاطس والباذنجان هما اللي كنديروا لهم الفلفل الاحمر. بالنسبه للدجاج والخضر اللي معاه لا. الفلفل الاحمر انا كندهنوه غير بالزيت وكنرشوا عليه القليل من الملح وغادي نحطوه. ها نتوما معايا، انا غنحط هاد التوابل كيف كتشوفوا على الخضره ديالنا. كل شيء نحط له شوي شوي من هادو التوابل. بالنسبه للكاري انا ما حطيتوش على الخضر، لكن غنحطوه على الدجاج والبصل والطماطم، لانه هو كيعطي واحد المذاق رائع في الدجاج. كيف كتشوفوا الكاري غير كلشي كيعرفوه، هما اعشاب يعني شرقيه او كنقولوا بالاحرى من الهنديه، من التوابل الهنديه. انا هادشي اللي كنعرف، يعني ما هي ديالنا. وهنا حطيت القليل من الملح كيف كتشوفوا. غادي نخلطوا الكل مع دوك التوابل. عاد نضيفوا الزيت هو اخر شيء باش هاد التوابل هذه تدخل الخضره عفوا. كيف كتشوفوا في الصوره انا كنخلطهم على هاد الشكل، على هاد الطريقه هذه. من بعد ما خلطت الكل كيف كتشوفوا، لانه الفيديو اللي كنت خلطت فيه الدجاج انحذف. هنا الفلفل الاحمر كيف قلت لكم حطيته، وحطيت عليه الزيت، والبصل حطيت منه القليل تحت الدجاج باش يعطي واحد لانه البصل كيطلق الماء
كنفضل انه يكون تحت الدجاج باش يعطينا حتى ديك النكهه ديالو للدجاج. هنا من بعد ما حطيتهم في الطاوه كيف كتشوفوا كل خضره كنحطها في مكان يعني وحدها، باش حتى الا شفت شي وحده انها طابت قبل الثانيه كنقدو نحيدوها، يعني كنفدوها من هذه الصينيه ديالنا ونحطوها على جنب ونخلو الباقي يستوي على النار. كيف كتشوفوا هادو هما انا حطيت قلت لكم كيف قلت لكم كل حاجه وحدها. هنا ممكن ان نشدوا يعني الورق الفرن او ورق كيف قلت لكم ورق الفرن كنقدوا ان نحطوه في الماء، نفسكوه في الماء باش ما نحطوهش وهو ناشف باش ما يتحرقنا على الخضر، كنراغنوه كنحطوه على الخضر. هنا من بعد ما خرجت الخضره اللي هي حطيت مع الدجاج بان لي اني الدجاج مازال ما طاب شويه، والباذنجان والقرع الاخضر هادو الباقي كلشي طاب. رجعتهم للفرن كيف كتشوفوا. هنا قدمت الطبق ديالي على هذا الشكل هذا، حطيت الفلفل الاحمر في اماكن يعني متقابله، وحطيت القرع الاحمر وحداه قليل من الطماطم والبطاطس، وحطيت ايضا الباذنجان وحداه الطماطم وحداه القرع الاخضر كيف شفتوا، والبصل حطيته في مكان واحد باش كل واحد يرفد الخضر اللي هو كيوكل والخضر اللي كتعجبه. ما نقدوش نخلطوا الخضره كامله، كنحاولوا ان نحطوها في الطبق كل حاجه وحدها باش حتى اهل البيت اللي يبغي شي يرفدوا. وحطيت الدجاج صراحه راه كان رائع وطيب. انا ما خليتوش يتحمر لان كنت مغطيته، ما خليتوش يتحمر من الفوق. ما بغيتش انا داك الشكل ديال الدجاج المحمر، انا بغيته على هذا الشكل لانه هو طايب في الفرن عادي، مو دجاج محمر مع الخضره. وهنا حطيت الصوص اللي يبغي المايونيز او اي صوص عندكم تقدروا ترافقوها مع الخضره ديالكم. الناس اللي تحب لاصوص انا حطيت هون كان متوفر عندي المايونيز على حساب الخضره اللي بغاه ياكلوا. شفتوا الدجاج كيف كان تشوفوا في الصوره انه طايب وزبده صراحه، والمذاق كيكون رائع، وحتى انه خالي من كثره الزيوت ومن كثره المرق وكل شيء، يعني طبق صحي ورائع. ونتمنى انكم كلكم تجربوه وينال اعجابكم. كل شيء طيب كيف كتشوفوا في الصوره، انا كنت كنمثل لكم كل شيء صراحه كيجي زوين. انا من الاطباق اللي المفضله عندي، كنفضل اني نخليه بحال هكا سواء اللحم او دجاج ما عنديش مشكل، كنحاول اني نديرو بحال هكا. انا من المحبين ديال هذا النوع من الاطباق، ونتمنىكم حتى نتوما تكونوا كتفضلوا بحال هكا وتجربوا الوصفه ديالي او طريقتي وتعجبكم ان شاء الله باذن الله. ودمتم في احسن حال، وخلوكم معايا دائما على القناه. ومع السلامه الى فيديو قادم باذن الله، واستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه. ومن فضلكم اللي وصل هون ما ينسى اللايك ولا ينسى الاشتراك ولا ينسى التعليق، فضلا وليس امرا. ومع السلامه.